السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الفيديوهات اللي راح انزلها انتم تابعوا الحساب ان شاء الله. هاي الحسابات موجودة على الشاشة، اي واحد يتابع الحسابات راح تكون اما على اليوتيوب او على انستا او على التيك توك حسب الفيديوهات اللي راح انشرها عليهم. طبعا هي 10 اسئلة او 15 سؤال راح تكون عليها هي على مود البحث التخرج. إذا أنت كنت مهتم بالبحث التخرج حاول تتابع الأسئلة اللي راح أجاوب عليها إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الأسئلة أنا جمعتها من كتب وشفتها جدا مهمة، الكل طالب لازم يعرف بيها. السؤال الأول اللي راح أشرحه بهذا الفيديو هو ليش أنت تكتب بحث التخرج. تعرفون أنتم بحث التخرج لازم تصير الكل طالب، يعني لازم أي طالب يكتب بحث التخرج مالته. عندنا سببين للبحث التخرج. الفائدة السبب الأول هو إنه يعتبر إثبات كافي إنك تعلمت خلال سنتين إذا كنت معهد أو 4 سنوات إذا كانت كلية. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني راح يكون بحثك راح فائدة للمجتمع وفائدة لاختصاصك. إذا أنت ماكو عندك بحث تخرج، على أي أساس أنت يسمونك خريج؟ على أي أساس أنك تعلمت؟ على أي أساس أنك خلال دراستك تعلمت هذه الأمور؟ فلازم يكون لك بحث تخرج باسمك حتى يعتبر أنك خريج. اللي راح يعني أي شخص إذا ما عنده بحث تخرج راح يسمونك راح تتخرج على أساس اختصاصك، ماكو أي فائدة وأنت مالك علاقة بهذا الاختصاص. يعني لازم إنك يكون لك عنوان بالبحث التخرج، وشوية تعب نفسك وادرس هذا البحث واهتم به، لأن راح يكون فائدة لك أولا وفائدة الثانية للمجتمع. هذا بالنسبة للسؤال الأول ليش أنت تكتب بحث التخرج. الجواب راح يكون هو إثبات على أنك تعلمت خلال دراستك السنتين أو 4 سنوات، والسبب الثاني راح يكون فائدة للمجتمع وفائدة لاختصاصك.